انه هيبقى في بقى يعني قصدي فلتره للي يعبر باسم الثوار بعد كده؟ طبعا اكيد ده المقصود. طبعا. يعني البرلمان ده استاذ محمد هيبقى احد مهامه انه يعني اي شيء يطلع يمثل الثوار لازم يكون مدروس في البدايه. بالظبط. وهو يعني زي ما قال الاستاذ محمود قال لحضرتك ان هو كان اسم البرلمان في الاول، وكنا اتفقنا على ان اسم البرلمان، ولكن لما الناس ابتدت تقول البرلمان موازي وهيحسنا ان احنا يعني الناس هتخلينا ان احنا بننقلب على الشرعيه، لا احنا بنؤيد الشرعيه. شرعيه الشعب احنا بنؤيدها مش بنرفضها، وبندعمها كمان. فقلنا لا خلاص هنختار اسم تاني غير البرلمان الثوره، نسميه المجلس الثوري، يعبر عن رأي الثوار، وبحيث ان يبقى فيه قيادة منتخبة من قبل الثوار. القيادة دي هي اللي بتتكلم بلساننا احنا راضيين عنها. بس يعني ودي حاجة. بالنسبة لكلام حضرتك اللي هو بالنسبة للسب او الكلام ده، فاحنا او اي سائر بيرفض ان حد يتعامل بالسب او الكلام دوت. ولكن لو احنا هنكون منصفين فنشوف يعني احنا ما نقولش اللي حصل وفي الطرف الثاني ما نتكلمش عليه، لا احنا نقول ان احنا بنرفض. يعني احنا مش بنخون الجيش، ولكن الجيش جيش مصر جيش شريف، جيش عظيم خلاص. ولكن زي ما الجيش عظيم مش كل الجيش عظيم طبعا. خلاص هناك بعض الافراد طبعا اللي بتخون الجيش وبتخون البلد. مش بتخون البلد كخيانه ان هي بتتآمر، ولكن بتخون الجيش المؤسسه نفسها بالظبط بالتصرفات بتاعتها. صحيح. فالكلام ده غير مقبول ان هو يطلع من ضباط او افراد او فرقه بالكامل تطلع وتضرب في ناس سلميين ويعروا ناس من يعني المنظر طبعا اللي احنا كلنا عارفينه، وضرب واهانه واستخدام اسلحه يعني العصي واهانه احنا بنتكلم على حريه التعبير عن الراي وحريه الاعتصام السلمي ما لم يضر بالمصلحه العامه. ولكن لو كان في ضرر يبقى احنا اول ناس هنقف ضد الحاجه دي وعملناها. فبالظبط. فاحنا لما نيجي نقول ان احنا بنرفض السب، احنا بنرفض السب وبنرفض الاهانه خلاص، ولكن في نفس الوقت بنرفض اهانه اي مصري وان الناس تستقل بيه او تتجرأ او انها تضربه او تمد ايدها عليه بدون اي سبب. فالفعل دوت مرفوض، واحنا كاتحاد ولا شك انه اي مجلس نظره عادله يعني بتنتقد الطرفين في هذه الحاله، ولا يمكن اطلاقا تجاهل طرف، والا يبقى النظره حتى فضلا عن انها منحازه كمان سطحيه جدا، ولا يمكن ترويج ليها. بالظبط. احنا لما طلعنا في الثوره صاحبها مش ذكي. احنا لما طلعنا في الثوره نادينا بتغيير وحريه وعداله اجتماعيه. دي الثلاث مطالب اللي طالب بيها الشعب، وهو دي الثلاث مطالب اللي احنا متمسكين بيها، ونرفض اهانه اي مصري خلاص حتى يثبت قدامنا. جميل.